السلام عليكم، أنا أيمن محمد المدير التنفيذي لشركة جولدن بيلرز. النهارده حابب اشرح لك افضل نظام استثماري هننزل بيه ان شاء الله في الطرح الاول لمشروعنا في العاصمه الاداريه الجديده، وهو نظام الجولدن شير. نظام الجولدن شير من الانظمه الاستثماريه الممتازه جدا اللي هتحقق للعميل اعلى عائد ربح ممكن يكسبه في السوق كله. ايه هو نظام الجولدن شير؟ احنا عندنا في جولدن بيلرز عملنا مركز طبي متكامل على مساحه 2000 متر. هيكون فيه كامل الخدمات، كامل التخصصات، في خدمات تمريض، في الاجهزه الطبيه بالكامل اللي يحتاجها مركز طبي، في كل الاقسام الاداريه واقسام التمريض واقسام خدمه العملاء والريسبشن. ده مركز طبي متكامل الخدمات، يقدر يشتغل فيه دكاتره بكل التخصصات بتاعتهم، واحنا اللي هنكون بندير وبنشغل المركز الطبي ده بالكامل. ومن هنا ظهر نظام الجولدن شير. الجولدن شير ان انت كعميل انا بخليك شريك معايا في المركز الطبي ده. طبعا لما تشتري معانا في المركز الطبي وتكون شريك لجولدن بيلرز في المركز الطبي، هتقدر ان انت تحقق ربح مختلف. ايه الربح المختلف؟ اول حاجه انت بتشتري حصه مساحتها 10 متر في مركز طبي متكامل. الحصه دي بتاعتك، ليك حصه على المشاع في المركز الطبي، ليك حصه على المشاع في الارض، تقدر انك تبيعها في اي وقت، سواء انت خلصت اقساطها او لسه، المركز الطبي اشتغل او لسه ما اشتغلش، استلمت او لسه ما استلمتش، تقدر انك تبيعها. فهتقدر تكسب المكسب الطبيعي بتاع العقار، فرق السعر اللي هيحصل بعد كده في الاسعار تقدر ان انت تبيع بمكسب. ده المكسب العادي اللي كله بيعمله في اي عقار. الاضافي ان انت بتمضي عقد تشغيل معايا كجولدن بيلرز، احنا اللي بنشغل وبندير المركز الطبي بالكامل، وبنجيب الدكاتره بكامل التخصصات وبكفاءات عاليه جدا، فهنشغل المركز الطبي بكامل كفاءته. وهنا ده تاني ربح، ان انت هتكسب من ارباح المركز الطبي. تالت حاجه بتكسب من الايجار. بتكسب من الايجار ازاي؟ لان وانت بتتعاقد على حصتك في الجولدن شير انت بتمضي 3 عقود. العقد الاولاني عقد الشراء، ان اللي انت بتشتري بيه حصتك في الجولدن شير. العقد الثاني بيكون عقد التشغيل، اللي بتديني كجولدن بيلرز الحق ان انا اشغل المركز الطبي وانا اللي ادير واعمل كنترول واجيب الدكاتره في المركز الطبي. العقد الثالث بيكون عقد الايجار، انا كجولدن بيلرز باجر منك المركز الطبي بالكامل، فبتاخد مني عقد ايجار على حصتك على حسب قيمه الحصه اللي انت مشتريها. فبالتالي هنا انا حققت لك مكسب من السعر، تقدر ان انت تبيع لما السعر يزيد، تقدر تبيع وتكسب كبيع عادي جدا زيه زي اي وحده عقاريه. حققت لك مكسب من الايجار، انت مأجر من اول يوم، مش لسه تفويض بالايجار او ايجار الزامي. انا مش ايجار الزامي ولا تفويض بالايجار، انا مأجر فعلي منك، وبنمضي عقد ايجار ان انا مأجر، ومحددين فيه القيمه، ومحددين ان لو القيمه السوقيه زادت بنزود الايجار حسب قيمه السوق وقتها. فانت بتأجر من اول يوم، بتمضي عقد ايجارك مع عقد الشراء بتاعك. طبعا اهم سؤال هيتسأل، لو المركز الطبي ما اشتغلش او اتأخر شويه في التشغيل، لو المركز الطبي ما اشتغلش، بكون انا كشركه جولدن بيلرز ملزم بالايجار. انا مأجر منك بقيمه ايجاريه، بدفع لك الايجار السنوي بتاعك حتى لو المركز الطبي ما اشتغلش. فانت هنا استثمارك الجزء الاساسي منه كان الايجار، فايجارك موجود ومضمون، انا ضامنه لك بعقد ايجار مضيته معاك. حتى لو المركز الطبي ما اشتغلش انت بتاخد الايجار بتاعك عادي جدا حسب سعر السوق وقتها، لان معاك عقد ايجار بيخليني انا كجولدن بيلرز انا لازم ادفع لك الايجار بتاعك. فهنا تشغيل المركز الطبي من عدمه هو مكسب اضافي. فانت مكسبك كعقار موجود زي ما هو المكسب الاساسي، سواء حبيت تبيع، ومكسبك كايجار ده موجود، ثم يضاف عليه مكسب التشغيل. وهنا عائد التشغيل هو اهم نقطه لازم ان احنا نتكلم عليها، ولازم ان احنا نعرف نسبه الارباح اللي ممكن تجيلي لو انا اشتريت في الجولدن شير ممكن تبقى كام بالظبط. عشان اقدر اعرف ارباحي من الجولدن شير ممكن احسبها ازاي، لازم نعرف الارقام ونركز فيها كويس. الارقام اللي موجوده معانا، اول حاجه مساحه المركز الطبي بنتكلم ان هو 2000 متر. 2000 متر متقسم لحصص، حجم الحصه 10 متر، سعرها كاجمالي 1.5 مليون. ده كده التفاصيل اللي هي كوحده عقاريه. طب التفاصيل التشغيليه بقى جوه المركز الطبي نفسه، اول حاجه احنا جهزنا دراسه جدوى كويسه جدا للمركز الطبي قبل ما نطرح الجولدن شير. الدراسه كانت عباره عن عدد ايام تشغيل. ده اول حاجه، المركز الطبي هيشتغل 26 يوم في الشهر. ال 26 يوم دول هيشتغل فيهم عباره عن شيفتات، بيكون اليوم عباره عن 4 شيفتات، كل شيفت 3 ساعات.
3 ساعات ده حجم التشغيل الكلي اليومي للمركز الطبي. يعني المركز هيشتغل في اليوم 12 ساعة تقريبا. كل شيفت هيكون شغال معانا من 30 ل 40 دكتور في التخصصات المختلفة. عدد المرضى المتوقع ان هم يكونوا موجودين في المركز الطبي في الشيفت الواحد بنتكلم متوسط 160 مريض. متوقع عدد المرضى في اليوم الواحد يكون 640 مريض تقريبا يدخلوا المركز الطبي يوميا. متوسط القيمة للكشف اللي احنا محددينها تقريبا حوالي 1000 جنيه للكشف الواحد. 1000 جنيه في 640 حالة، فاحنا بنتكلم يوميا 640 ألف جنيه. لو حسبناها على ال 26 يوم اللي هي التشغيل الشهري، فاحنا بنتكلم في رقم شهري 16 مليون و600 ألف تقريبا. لو حسبناهم على مدار السنة هنلاقي ان الدخل السنوي تقريبا متوسط حوالي 200 مليون. طبعا ال 200 مليون مش صافي الربح، لان بيطلع نسبة للدكاترة، بيطلع نسبة للإيجار اللي العميل مشتري هياخده لنفسه، بيطلع نسبة للتشغيل، نسبة للمرتبات والصيانات والإيجارات. فبالتالي ال 200 مليون سنويا بنقدر ان احنا نطلع منهم كل المصاريف، نلاقي ان صافي الربح سنوي تقريبا 80 مليون. ال 80 مليون سنوي هنا ده ربح المركز كله. المركز كله قلنا ان هو 2000 متر على 200 حصة، فبالتالي بنقسم ال 80 مليون على 200 هنلاقي ان اجمالي ربح الجولدن شير الواحد بنتكلم من الارباح التشغيلية 400 الف جنيه سنويا. 400 الف جنيه سنويا ده اجمالي الجولدن شير الواحد اللي مساحته 10 متر. ثم بنضيف عليه قيمة الإيجار. إحنا حاسبين قيمة الإيجار السنوية للجولدن شير الواحد المينيمم بتاعها 150 ألف جنيه سنويا. فبالتالي هنجمع قيمة الإيجار السنوية لل10 متر 150 ألف جنيه، قيمة الأرباح السنوية من التشغيل الطبي 400 ألف جنيه، هنلاقي إن أرباحنا 550 ألف جنيه للجولدن شير الواحد اللي مساحته 10 متر. طبعا لو قسمنا ال 550 ألف على السعر اللي هو 1.5 مليون، هنلاقي إن هامش الربح تقريبا تخطى ال 37 38%. فمعنى الارقام دي كلها ايه؟ ان انا الجولدن شير هو ضامن لي عائد ربح اعلى حاجه ممكن اوصل لها كعقار، لان انا بكسب قيمه ايجار سنويه تقريبا متوسطها 150 الف جنيه. لو الايجار وقت التشغيل كان اعلى من كده هكسب ايجار اعلى من كده. حاسبين حسبة التشغيل الطبي مكسبها سنويا المتوسط 400 ألف، وارد ان هي تبقى ازيد من كده، توصل ل 500 توصل ل 600 حسب اسعار الكشف وقتها وحسب الكثافة اللي هنقدر كجولدن بيلرز نحققها للمركز الطبي. فبالتالي استثمارك في الجولدن شير هو استثمار مضمون جدا، يحقق لك عائد ربح كويس جدا، يخليك تقدر في خلال 3 سنين من التشغيل تجمع فلوسك اللي دفعتها في الجولدن شير، وبقى عندك مشروع كامل متكامل بيكسب مدى العمر. عشان كده استثمارك في الجولدن شير هو مش مجرد ايجار ولا مجرد تفويض بالايجار ولا ايجار الزامي، انت شريك في مشروع ناجح، شريك في مشروع شغال من اول يوم استلام. طبعا في سؤال مهم، لو انا دكتور وحابب اشتري في الجولدن شير هل ينفع اعمل ده وينفع اشتغل في المكان ولا لا؟ طبعا الجولدن شير هو بيستهدف المستثمر وبيستهدف الدكتور اللي عايز يشتغل. انت لو دكتور وحابب تشتغل بنفسك في المركز الطبي بتشتري حصتك في الجولدن شير عادي جدا، وبيكون ليك في المقابل عدد ساعات تقدر ان انت تشتغلها في المركز الطبي وتستخدم كل الخدمات الخاصة بيه. طبعا النظام الاهم، هل الجولدن شير كده هيأثر على مستوى العيادات في المبنى؟ بالعكس، الجولدن شير هنا انا بضمن لك ان انا كجولدن بيلرز انا موجود في المشروع، مش هخرج منه نهائي، انا ليا جزء كبير في المشروع بشغله وبديره بنفسي، مهتم ان المشروع لازم يشتغل على اعلى كفاءة واعلى مستوى. وجودي في المشروع بالمركز الطبي او بنظام الجولدن شير هيخليني ان انا لازم المستشفى تكون على اعلى مستوى كعدد سراير كغرف عمليات كخدمات، لازم هسوق للمشروع كويس جدا. فحتى لو انت مش موجود معايا كجولدن شير سواء مستثمر او دكتور وموجود كعيادة عادية، هتقدر ان انت تستفيد جدا من الجولدن شير. هتستفيد منه ان انا هبقى معايا اسماء كبيرة جدا في القطاع الطبي، الاسماء دي هتأثر بالايجاب للمشروع والتسويق للمشروع. هتستفيد ان انا هحافظ دايما على قيمة المشروع وهحافظ على مستواه، وتسويقي مش هيكون بس للجزء الخاص بيا في المشروع، لان مش هقدر اعمل ده غير لو المشروع كله متكامل والمشروع كله ناجح. فبوجودي في المركز الطبي ده هيخليني اقدر ان انا ادير المستشفى بالكامل، اقدر ادير العيادات بالكامل. سواء انت دكتور فهتقدر تستفيد حتى لو انت بره الجولدن شير ومشتري عياده خاصه بيك، هتقدر تستفيد بخدمات الجولدن شير وتقدر تستفيد بخدمات التمريض والاداره اللي موجوده في المكان. لو انت مستثمر ومشتري عياده خاصه بيك وحابب تاجرها، وجودي في الجولدن شير هيخلي في ترافيك عالي جدا للمكان، يضمن لك ترافيك عالي ويضمن لك اسماء دكاتره كبار حابين ان هم يكونوا جزء من مستشفى تداوي الدولي، فهيحبوا ان هم ياجروا في المشروع، فهقدر ان انا اجر لك وحدتك. الجولدن شير يناسب مين من العملاء؟ هيناسب نوعين من العملاء.
لو انت دكتور وحابب تشتغل يبقى ليك اكتر من عيادة، بس مش عايز تحمل نفسك تكلفة انك تفرش وتجهز اكتر من مكان، فالجولدن شير هو مناسب جدا ليك، لان هتقدر تشتري حصتك في الجولدن شير، هتاخد مقابلها عدد ساعات تقدر تشتغل في مكان متكامل للخدمات، فهتقدر تشتغل كدكتور بأعلى كفاءة وبأعلى مستوى من غير ما تكلف نفسك تكلفة عالية ان انت تفرش عيادة. تاني حد ممكن يناسبه الجولدن شير لو انت مستثمر وحابب تكسب مكسب كويس جدا، والرقم اللي انت حاطه للاستثمار رقم مش كبير، مش عايز ان انت تضخ حجم استثمارات كبيره، فبالتالي الجولدن شير هيبقى مناسب جدا ليك. او لو انت مستثمر وحابب تدخل في مكان وتشيل من عليك عبء الاداره، عبء ان انت تدور على مستاجر، عبء ان انت تدور على تشغيل، فانت اما تشتري في الجولدن شير هتكون بتاخد ارباحك، بتاخد ايجارك، بكل حاجه بدون ما تتدخل انت في الاداره او تشيل الهيدك بتاعها. طبعا كل التفاصيل دي في الجولدن شير، سواء التفاصيل كتجهيزات اللي احنا هنعملها في المركز الطبي، وان هو مركز طبي متكامل بالخدمات بالاجهزه الطبيه، سواء اسماء الدكاتره اللي ان شاء الله هتبقى موجوده معانا في المشروع، الحسبه بتاعت التشغيل وحسبه الارباح اللي هتيجي من الجولدن شير، دي كلها مميزات كويسه جدا وتحمس اي حد ان هو يكون موجود وجزء من الجولدن شير مع جولدن بيلرز. فطبعا اسعار الجولدن شير هتكمل القصه وتحقق استثمار كويس جدا. الاسعار بتبدا من 1.5 مليون للحصه ل 10 متر، وانظمه السداد مريحه جدا، 10% مقدم تقسيط على 7 سنين، او النظام التاني بدفع 40% مقدم ما بدفعش اقساط خالص لغايه الاستلام، ومن بعد الاستلام ابدا اسدد في اقساط. فهنا في نظام الجولدن شير انا يعني بوعدك باستثمار مربح جدا، استثمار سهل وامن ومضمون، تقدر ان انت تدخل فيه ببادجت مش عالي، وتقدر ان انت تكسب منه ارقام كويسه جدا.